تعالى بقى نروح لاهم جزء في الفيديو ده واللي هيفهمك حاجات كتير عن الفيلم، وهو تسريب مشهد من الفيلم في مهرجان CCXP بحضور افراد العمل. حبيب قلبي عامل ايه؟ كل سنة وانت طيب يا ريس وعيد سعيد عليك. لسه نازل من يومين بقى ميني اعلان جديد لفيلم فانتاستيك فور فيرست ستيبس، وظهر في الاعلان لقطات جديده حلوه عايزين نحللها سوا مع بعض. ده غير كمان ان الممثلين اعضاء الفريق حضروا مهرجان CCXP في المكسيك، وهناك يا حب اتعرض على الحضور مشهد رايق من الفيلم اللي لازم نتكلم عنه اكيد. والمهرجان خلص من هنا وكيفن فاجي عمل حوار مع مجله امباير ورمى علينا قنبله موقوته يا ريس بخصوص طياره الفانتاستيك فور اللي ظهرت في اخر فيلم ثاندر بولتس. فركز معايا بقى كده عشان حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا، فلايك كلمتين والسبسكرايب الجميل وأعيرني انتباه. Family. It's about connecting to something bigger than yourself. Whatever life throws at us, we'll face it together. Johnny, now! As a family. بداية الإعلان حماسية أوي يا حبي، والمزيكا تسحبك كده على طول عشان تدخل في المود أكتر وأكتر. وبتكون سو ستورم هي اللي بتتكلم في الإعلان عن إن العيلة هي الحاجة الوحيدة اللي بتجمعنا، وأي حاجة هتحصل لنا في الحياة هنواجهها كلنا مع بعض كعيلة واحدة. وكلامها زي ما أنت شايف كده كله رايح في سكة الفاميلي، وعاملة نفسها فين ديزل في فاست اند فيوريوس. Salute me, familia. المهم يا حب ان كلامها ده بيأكد كلام كيفن فاجي اللي قاله قبل كده ان دي اول مره في الMCU يتم تقديم فريق مبني على كونسبت الفاميلي. المهم ان احنا بنشوف لقطه لسوق قدام سرير النونو فرانكلين، وريد بيبقى داخل عليها، وشكل اللقطه دي بتبقى في اول الفيلم وقبل ما فرانكلين يشرف وعينه تشوف النور. وبعديها بنشوف لقطه لجوني وهو عاجبه بدله الفضاء اللي بيديها له ريد في اخر الاعلان ده. اللقطه اللي بعديها بتبقى لحظه ظهور شالا بال السيلفر سيرفر الجديده ومقابلتها الفريق الفانتاستيك فور. وما تنساش اني كنت مفهمك عنها كل حاجه في فيديو بريك داون التريلر الاولاني اللي ما جابش فيوز ده، بس ماشي وربنا انا منزله لك تاني، اللي ما يعرفش يعرف. اما اهم لقطه عندنا بتبقى لحظه ظهور ذا موست باورفول كاركتر في الMCU وهو فرانكلين ريتشاردز. النونو اللي قدامك ده ايوه هو ده. والله احب اقول لك انه اجمد من واندا واجمد من سنتري، وشوف عايز تحط مين تاني في الليسته هو اجمد منه برضه. ده الفيلم كله هيبقى قايم على حس النونو ده. لاحظ ان اسم الفيلم اصلا فيرست ستيبس، يعني الخطوات الاولى، ومش للفانتاستيك فور، لا للنونو فرانكلين اللي بيبقى واضح هنا ان هو عمره بيبقى 3 شهور مثلا. وده معناه ان الفيلم هيكون فيه نطات زمنيه ومش ماشي في يوم وليله، لاننا هنشوف لحظه ولاده فرانكلين كمان في المشهد اللي اتسرب ده، هنجيله كمان شويه. ده غير كمان ان احنا شفنا كونسبت ارت والعاب بتوضح ان فرانكلين هيبقى اكبر من كده كمان، واننا هنشوفه هو لسه بيبدا يستخدم الباورز بتاعته اللي زي ما قلت لك قبل كده انها بتبقى عباره عن انه يقدر يتحكم في الرياليتي ويغيرها زي ما واندا ما كانت بتعمل كده زي ما انت شايف قدامك. ده غير كمان ان هو يقدر يكرييت عوالم جديده، وده ممكن يكون السبب الرئيسي اللي بيخلي جالاكتوس عايز يسيطر عليه عشان يخليه يعيد احياء الكون بتاعه اللي اتدمر زي ما حصل في الكوميكس كده. بعديها بنشوف الفانتاستيك كار بيكون راكب فيها ريد وسو، وجوني طبعا بيبقى بيطير، بس اخيرا شفنا الفانتاستيك كار وهي بتطير زي الكوميكس كده. وفي اعتقادي اللقطه دي بتبقى اثناء هجوم جالاكتوس. وشفنا كمان لقطه جديده لجوني وبين جريم في طياره الفانتاستيك فور وبيكونوا في الفضاء ساعتها عشان مفيش جرافيتي في الطياره زي ما انت شايف كده. وبعديها بنروح لاخر جزء في الاعلان، وفي اللقطه دي بنسمع ان جوني قال والجمله دي اصلا في الكوميكس بتاعت بين جريم، ومش عارف ليه خلوا جوني هو اللي يقول الجمله دي. وبنشوف ساعتها برضه لقطه جديده لسو ستورم وهي بتستخدم الباورز بتاعتها. وفي اخر الاعلان بنشوف ان ريد كان لسه عامل سوتس الفضاء بتاعت الفانتاستيك فور وسلم واحده منهم لجوني، وبيخلص الاعلان على كده يا حبي. وده كان اعلان صغير كده، واحتمال كبير ينزلوا الاعلان التاني اللي هيبقى اكبر من كده قبل الفيلم بشويه. وتعالى بقى نروح لاهم جزء في الفيديو ده واللي هيفهمك حاجات كتير عن الفيلم، وهو تسريب مشهد من الفيلم في مهرجان CCXP بحضور افراد العمل. طبعا كل الكلام اللي لسه هقوله لك ده يعتبر مؤكد من الناس القائمين على المهرجان نفسهم. المشهد يا حبي بيبقى عباره عن ولاده فرانكلين اللي تبقى في الفضاء في طياره الفانتاستيك فور، وبتبدا سو في ولاده فرانكلين، بس للاسف السيلفر سيرفر بتهاجمهم، وبين بيكون هو متولي قياده الطياره وبيحاول يفادي السيلفر سيرفر، وريد ساعتها بيكون بيستخدم الباورز بتاعته وبيستريتش، بس هي قدرت ان هي تفيز وتعدي تدخل جوه الطياره عادي، وكانت على بعد ثانيه ان هي تلمس بطن سو عشان بتبقى عايزه البيبي، بس جوني بيوصل وبيهاجمها. ومن بعد
وبعديها سو بتبقى تعبانه جدا، وريد بيبقى خايف عليها هي والبيبي، وبيقول لبن ان يدخل بالطياره جوه البلاك هول. طبعا يا حب المشهد ده يفهمنا ان زي ما قلت لك ان الفيلم هيكون فيه نطات زمنيه، يعني على مدار الفيلم احنا هنشوف مراحل سو ستورم من ساعه ما عرفت ان هي حامل لحد لما بتولد فرانكلين. وفي الفتره دي اكيد هيواجه الفانتاستيك فور صعوبات وعقبات في طريقهم، اللي ممكن تكون وصول السيلفر سيرفر الكوكب عشان تبدا التهديد بتاعها. Are you the protectors of this world? Planet is now marked for death. ومن خوفهم على سو بيقرروا ان هم ياخدوها الفضاء عشان تولد فرانكلين فوق، بس برضه السيلفر سيرفر بتهاجمهم. بس اللي احنا متاكدين منه ان فرانكلين بيتولد زي ما انت شايف كده، واكيد اللحظه دي بعد ما فريق الفانتاستيك فور خرجوا من البلاك هول اللي دخلوا فيه ده، بدليل انك شايف فرانكلين قدامك اهو بعمر 3 شهور. وعشان كده جالاكتوس بنفسه بيوصل كوكب الارض عشان ياخد فرانكلين بنفسه بعد فشل السيلفر سيرفر. واكيد هتحصل الفاينل فايت اللي شفنا لقطات منها في الاعلان الاول والتاني، زي طيران جوني وتدمير بين للعواميد دي واستخدام سول الباورز بتاعتها وستريتش ريد ومهاجمته لجالاكتوس وتجميعهم في الشارع بعد ما شافوا جالاكتوس لاول مره. اما بالنسبه للانترفيو بتاع مجله امباير مع كيفن فاجي، فسالوه سؤال صعباني شويه وقالوا له هي سفينه الفضاء بتاعت فانتاستيك فور اللي ظهرت في ساندر بولتس هي سفينه الفضاء اللي اسمها اكسلايسر اللي مع فانتاستيك فور في العالم بتاعهم؟ فقال لهم ان فعلا سفينه الفضاء بتاعت فانتاستيك فور اللي ظهرت في الاعلان هي اكسلايسر، بس الطياره اللي ظهرت في ساندر بولتس مش شرط تبقى هي اكسلايسر. ومعنى كده يا حب ان كيفن فاجي بنفسه بيقول لك وبياكد لك ان مش شرط ان الطياره اللي شفناها في ساندر بولتس تبقى هي نفس الطياره اللي ظهرت معانا في الاعلان. وهنا بيجي دورك انت بقى عشان تقول لي لو مش دي نفس الطياره امال دي طياره مين؟ ويا ترى مين اللي عليها؟ يا ريت تكتب لي في الكومنتات وتقول لي نظريتك، وانا هقول لك على الكلام اللي على الساحه حاليا، وهقول لك على النظريه بتاعتي كمان. بص يا حبي، الكلام اللي على الساحه حاليا ان ناس كتير بيقولوا لك ان الفانتاستيك فور فعلا هربوا من الكوكب بعد ما اتدمر عليه جالاكتوس في اللقطه دي، وان دي نفس الطياره. وناس بيقولوا لك ان هم برضه هربوا من جالاكتوس بعد ما دمر الكوكب، بس مش دي نفس الطياره، لان الطياره اللي ظهرت في ساندر بولتس ليها 4 رجول وطياره الاعلان ليها 3 بس. وبيقولوا لك ان في الفيلم هيبقى موجود ريد كونسل اللي هيساعد ريد ريتشاردز ان هو يعمل الطياره دي، وهيسافروا كلهم في المالتيفيرس ويدخلوا عالم الام سي يو. وفي ناس بيقولوا لك ان دوم هو اللي هيبقى على الطياره اصلا. فبص، كلام كتير وعبث كتير في موضوع الطياره ده، وانا دماغي وجعتني الصراحه. فاصحى معايا كده وتعالى اقول لك انا على الايبك ثيوري بتاعتي. بادئ كده يا حبي، ده اول فيلم الفانتاستيك فور في الام سي يو، فطبيعي لازم يعملوا لهم فيلم محترم يكاد يكون لا يقهر، وده اللي حصل فعلا. وادينا عرفنا ان جالاكتوس هو فيلن الفيلم، فمن البديهي والمنطقي ان لازم الفانتاستيك فور يكسبوا في النهايه عشان يتحقق كونسبت الفاميلي اللي الام سي يو اول مره يتبناه. وبالنسبه للمشهد ده، فبناء عن الليكس اللي ظهرت مؤخرا ان دي بتبقى زي رؤيه كده ريد بيشوفها ومش مشهد حقيقي، فبالتالي ريد بيقلق وبيبدا يحضر للحدث اللي شافه في الرؤيه، زي ما حصل كده مع توني ستارك في ايج اوف اولترون لما شاف نهايه الافنجرز قدامه، ومن ساعتها وهو بدا يحضر للحدث ده. فبما ان الفانتاستيك فور هيكسبوا في النهايه، هيفتكروا خلاص ان الدنيا هدت على كده وان فرانكلين هيبقى في امان. بس اللي بيحصل ان دكتور دوم بيظهر وبيخطف فرانكلين وبيسافر بيه في المالتيفيرس، وعشان كده الفانتاستيك فور هم كمان بياخدوا الطياره عشان يدوروا على دوم وفرانكلين في المالتيفيرس، وبيوصلوا في النهايه لعالم الام سي يو بتاعنا. ولو جيت بصيت على النظريه دي وربطتها بالبوست كريدت سين اللي الناس شافته في السكرين تيست بتاع الفيلم، هتلاقيها ماشيه ومنطقيه، لان الناس قالوا ساعتها ان البوست كريدت سين بيبقى ان سو ستورم بتدخل الاوضه عشان تطمن على فرانكلين، فبتلاقي دوم جنبه وماسك الماسك بتاعه في ايده. ففي اعتقادي الشخصي ان البوست كريدت سين ده مش كامل وما يعتبرش الفاينل كات منه، واكيد هنشوف له بقيه عشان يكمل نظريه حسوبك. فكون بقى ان دي نفس الطياره ولا طياره تانية ولا عليها ريد كونسل ولا عليها دوم حتى، مش فارقه. المهم واللي احنا عارفينه واللي متاكدين منه ان الفانتاستيك فور كده موجودين في فيلم افنجرز دومز داي، وكده هيوصلوا كون 616، وساعه لما يوصلوا هيلاقوا الفتى الحسوبي في انتظارهم. وبس كده عزيزي المستمع، اتمنى تكون فدتك وسردك شويه. ما تنساش قبل ما تمشي تبقى تقول لي رايك في الحلقه في الكومنتس، وتعمل فولو حسب انت سامعني منين. ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تبقى تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل جديد، وراك كلمتين عشان فعلا بيساعد. كان معاك ابراهيم حسوبه من حسوبه توكس. سلام.